السلام عليكم أحبابي في قناة تحديات الحياة. أهلا بكم في فيديو جديد، فيديو مميز. النهاردة طريقة عمل الكبد والجوانص، طريقتي المميزة. مش يعني إن كنت ما بتحبهاش جربيها وهتحبيها وتعتمديها إن شاء الله بإذن الله. أول حاجة هنسمي بالله، نصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ بالفيديو بتاعنا. اول حاجه انا معايا الكميه اللي انا هعملها يعني لاولادي من الكبد والجوانص. دي الطبق ده فيه كبد وجلوب، انا غسلاها كويس ومنضفاها كويس وفاتحه القلب. اهم حاجه يا بنات تفتحوا القلب كويس يعني وتنضفوه من جوه. وزي ما انتم شايفين معايا ليمونه كامله، نزلت بعصر الليمونه على معلش على ايه، على الكبد والجلوب. يعني مش هتشتكي من زفارة، مش هتشتكي من طعم غريب، يعني مميزة جدا 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 الطريقة. جربيها واكتبي لي في التعليقات. زي ما بره حضراتكم شايفين الجلوب نظيفة وكويس. وهنا معايا الجوانص بتاعت الفراخ. انا حطيت مية مغلية على البوتاجاز، غلت المية، نزلت اديت غلوة للجوانص. احنا عندي الاولاد ما بيحبوهاش فيها التكة، فانا لو هضيفها على طول على البوتاجاز من دون ما اديها الغلوة دي هيبقى فيها تكة كده. انا اولادي ما بيحبوش التكة دي، فانا بديهم الغلوة دي على البوتاجاز، بتحوش يعني التكة او ان هي تبقى صعبة شوية في المضغ. طبعا انا جبت طاسه بتاعتي، دلوقتي البوتاجاز نظيف. هنشوف ايه اللي هيحصل في البوتاجاز. حطيت زيت ذره، انا بستعمل زيت ذره كميه صغيره مش كميه كبيره. وبعد كده هنزل بالكبد بتاعتي. طبعا الطرطشه دي حصلت لاني الزيت جه عليه ميه، فخلي بالكم يا بنات يلي لسه جداد او لسه عرايس، يعني تاخدوا بالكم من خطوه الزيت يجي عليه ميه بيطرطش وكده. فانا حصلت عندي الطرطشه دي، ان يعني ايه يجي ميه على الزيت. نزلت طبعا بالكميه كلها، طرطشت انا مع نفسي بقى نزلت بالكبده. شايفين لون الكبده؟ مميز 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 يعني ممتاز. شايفين الشكل؟ طبعا هي اللون هيصبح لونها وردي، واللون الوردي ده مش معناها ان هو فيها دم، ده دليل على انها متنضفة كويس، واخدة عصرة الليمون بتاعتها، ما فيهاش زفارة. هتشمي طعم، هتشمي رائحة، وهتضوجي احلى كبدة فراخ وتحدي زي ما بيقولوا. زي ما انتوا شايفين طبعا انا مش حاطه ولا ملح ولا بهارات ولا اي حاجه، هو الزيت والكبد يعني عليها عصره ليمونه بس. هنا طبعا المكونات بتاعتنا اللي هي معايا بصله صغنططه وفلفل، تلات حبات فلفل بارد وحبه فلفل ساخن، ومعايا توم، شويه التوم دول. التوم طبعا مع الكبده لا يعلى عليه. طبعا انا قطعت البصل بتاعي والفلفل بتاعي وطماطمايه واحده بس، طماطمايه يا بنات واحده بس، التزمي بيه المقادير. وهنزل عليهم بمعلقه خل وليمون، ولا هتشوفي طعم للخل والليمون، بالعكس هيدي معاكي ريحه وطعم. جربي وقولي لي في التعليقات. يبقى انا حطيت 3 حبات فلفل، وحطيت طماطمايه، وحطيت بصله صغيره، وقرن فلفل حامي. طبعا انت لو يعني حابه تحطي اكتر فلفل حامي، يعني استغني عن حبه من البارد وحطي حامي. واضربهم في الكبه. دول بقى هننزل عليهم بعد ما الكبده تتشوح كويس، هننزل بيهم على الكباب بعد ما تتشوح كويس. اهم حاجه ان احنا نشوحها ونتخلص من اي حاجه في الكبده زي ما انتم شايفين. طب ايه الكرمله دياتي؟ انا ما حطاش اي حاجه غير ليمون، ده دليل على انك انتي ماشيه صح. كبده نظيفه معاكي، ماشيه الطريقه صح، مفيش زفاره. لو في ميه وفي زفاره يعني مش هتلاقي الكرمله دي ظهرت معاكي. الكرمله دي دليل على ان الكبد مغسوله حلو، متصفيه حلو، ما فيهاش اي زفاره، فما فيش ميه معايا. لا الكرمله شايفين يا بنات؟
شايفين؟ دلوقتي انا في المرحله دي هنزل بايه، بالجنصات او الجنصات بتاعتي زي ما انتوا شايفين، واقلبهم كويس خالص مع بعضهم. شايفين يا بنات؟ ان كنتوا وصلتوا معايا هنا ما تنسوش الاشتراك في القناه. انا لسه سمعتكم ونماذج الصوت دواتي، طبعا انتوا سمعتوا الصوت ده معايا. اسمعوا لسه اسمعكم الفلفل يعني الخلطه اللي احنا عملناها في الكبه. طبعا هي بتبتدي تعمل الصوت ده، مفيش ميه خالصه، في فرمله البصل مع الخلطه اللي انا نزلت بيها في الكبه. شايفين يا بنات؟ شايفين فرمله بصل، مفيش اي زفاره ولا اي ميه. لو انا سبت الصلصه فيها ميه اعرف على طول ان في زفاره. يبقى انا زي ما قلت لكم، لو كبدتي في صيصه فيها ميه يبقى انا اعرف ان في زفاره، في طعم مش كويس. فانا وريتكم وتعمدت ان انا اسمعكم الصوت عشان تسمعوا وتشوفوا الكرمله وتشوفوا خلوها من السوائل اللي هي غير مستحبه. زي ما انتم شايفين حضراتكم، متنسوش الاشتراك في القناه وتشيير الفيديو ولايك جميل منك. بصوا هنا يا بنات برضو اسمعوا معايا ايه الصوت. انا قلت اسمعكم الصوت عشان تبقوا عايشين معايا الحدث لحظه بلحظه. شايفين الكرمله؟ شايفين يا بنات؟ احلى كبده دي ولا مش احلى؟ احلى شيخ دي. يلا الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي انا هجهز مع حضراتكم التوابل بتاعتي. هي عباره عن ايه اللي هضيفها على الكبده؟ انا معايا جنزبيل، جرفه، ذره كركم صغيره مش هتاثر. طبعا انتوا عارفين ان انا بحطها. فلفل اسود، كمون برضو حاجه صغيره، كزبره معلقه برضو. البهارات دي طبعا هضيفها على الكبده بتاعتي زي ما شايفين يا بنات المنظر. يلا الواحد جاع. يلا عايزين نروح نقوم نعمل تاني. جوعتكم صح؟ معلش. يلا اعملوها، في التعليقات قولولي الطريقة عملت معاكم ايه. شايفين المنظر يتحدث عن نفسه. تمام الصوت بتسمعكم الصوت نسمع مع بعض. زي ما انتوا شايفين قلت اسمعكم الصوت وتشوفوا احلى كبده زي ما انتوا شايفين. بس احنا دلوقتي انا طبعا بسيبها مع نفسها شويه كده قد ما هي تتشرب طعم التوابل، وبعد كده بطفي عليها. بيكون طبعا لونها اتغير شويه. بتبقوا برضو تسمعوا معايا الصوت علشان ده صوت فصفصه مش صوت ميه. فايه دي برضو لازم تركزوا. انا عامله كده مخصوص عشان البنات الصغيره، وطبعا الامهات على راسي من فوق. كلنا شاطرين وكلنا ستات بيوت شاطره، بس كل واحد يعني ايه بينصح التاني، بيرشد التاني. انا مثلا فلتة مني معلومه، حضراتكم عندكم معلومه برضو تنصحوني بيها. انا اختكم الكبيره، اختكم الصغيره ولا الكبيره على حسب اللي بكلم. الجيل اللي بيتكلم بكلم اريجيل. امهاتي فوق راسي من فوق، والبنات الصغيره وكلكم حبايبي. طبعا انا عملت صلصه المكرونه. صلصه المكرونه هي طماطم انا يعني مفرزاها مصلصلاها في الفريزر وكده. طلعتها، ضفت عليها معلقه زيت زيتون، ضفت عليها في الاول خالص ضفت عليها خل وبابريكا وذره سكر وملح وسبتها تغلي. بعد كده ضفت زيت زيتون وضفت فلفل اسود وشوية زعتر وشوية توم بودرة وبصل بودرة ومكعب مرق صغير صغير يعني مش كامل طبعا، وغلت كويس مع نفسها. وطبعا سلقت الفراخ كلنا، اسفة، سلقت المكرونة كلنا طبعا
عارفين وشاطرين ازاي نسلق المكرونة. شايفين يا بنات ولا معجنة؟ يعني هو المنظر يتحدث عن نفسه، مش معجنة خالص. كان طعمها جميل جدا، بس هي الكاميرا ظلمة اللون شوية، هي يعني حمرة شوية عن كده. فعلا هي صلصتها قليلة، بس هي حمرة عن كده شوية. شايفين منظر الكبدة؟ لايك لايك لايك، اللي يشوف المنظر ده لايك عشان يرفع الفيديو في المقترحات. وان شاء الله بإذن الله عيلتنا الجميلة تكمل مع بعضينا، يعني وان شاء الله بإذن الله نكبر القناة مع بعضينا. وادي يا بنات احلى مكرونة واحلى كبدة وجنبها جرجير. طبعا في اللي بيحب ياكلها بعيش ومعها جرجير، وفي اللي بيحب ياكل مكرونة على حسب طبعا، وفي مخلل، بس انا يعني ايه ما جبتوش مع حضراتكم. وبكده انتهى الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في فيديو جديد بإذن الله.